احنا عندنا التكريم مختلف، ما اعتقدش ان ده بيتعمل في اي حته خالص في الدنيا. احنا كل درع ليه معنى، وكل من السنه اللي فاتت والسنه دي كل درع بيبقى ليه فئه معينه وشكل معين وهدف معين. ما تتصوروش على فكره لو حد مستكتر او كان السنه اللي فاتت قالوا دروع كتير فرحه ناس. انا بالنسبه لي ممكن يكونوا تاريخ او بالذات اللي هم ممكن يكونوا في الاقاليم محافظات مصر، بان ولادهم بيشكروه. يعني يمكن في عندنا حد مكرم السنه دي من الشرقيه، المخرج محمد عمر، كان المفروض هيكرم الدوره اللي فاتت وما قدرش يجي، هو توفى الدوره دي. ما اتكرمش السنه اللي فاتت بس تاخروا في دوره واحده فنكرمه وهو متوفى. تخيلوا المساله عامله ازاي مع ناس احنا بالنسبه لنا ممكن نكون بنتكلم في درع بسيط، لكن هو بالنسبه له ممكن يكون تقدير لحياته كلها، كل مجهود اللي هو عمله. عشان كده احنا الدروع عندنا متقسمه لثلاث فئات. في فئه درع الوفاء، ودرع الوفاء دوت بيهدى تكريما وعرفانا بالجميل لنجوم الفن والمجتمع الذين حملوا شعلة الإبداع عبر تاريخ طويل لتنير الطريق لكل من سار على الدرب الفني وشق الطريق لنهر التنوير الثقافي ليجري في كل ربوع مصر والوطن العربي. طبعا انتوا شفتوا الدوره اللي فاتت كانت الفنان اسعاد يونس والفنان سهير المرشدي والفنان سعيد صالح. ان شاء الله الدوره ديت يوم حفل الافتتاح اللي هيكرموا روح الفنان القدير فريد شوقي والفنان سمير غانم والفنان محمود رضا والفنانه فريده فهمي والفنان احمد بدير. دول المكرمين بدرع الوفاء. لو بصينا للمجموعه اللي انا قلتها دي او السنه اللي فاتت هنلاقيهم الكلام اللي احنا قلناه وفاء لتاريخهم، وفاء اللي هم عملوه عبر سنين طويله جدا. اوكي. بعد كده الدرع الثاني درع الابداع. درع الابداع تكريما للنجوم المبدعه التي تحمل لواء التثقيف والتنوير وتضيء سماء الفن والابداع. الدوره اللي فاتت كرمنا المخرج خالد جلال. الدوره دي ان شاء الله بنكرم الفنانه هالة صدقي والفنان اشرف عبد الباقي. الدرع الثالث اللي هو درع العطاء، وده بيقدم تكريما لمن بذلوا الجهد في رقي المسرح واستمراره في المحافظات المصريه وتقديرا لتاريخهم المشرف في اثراء حركه المسرح بربوع مصر المختلفه ومحافظاتها. مجموعه كبيره جدا من رواد المسرح في الاقاليم، منهم الفنان سمير الخليلي عن محافظه بني سويف، والفنان طلعت الدمرداش عن محافظه المنوفيه، وعبد السور عن محافظه الغربيه، ومجموعه من كل المحافظات المشاركه معانا في المهرجان. وبيكون على فكره التكريم بتاعه في نفس، اولا فرقته هي اللي بتطرح الاسم، هي اللي بتختار مين اللي هيتكرم على المحافظه دي، على المحافظه بتاعتها، وبيكرم في نفس يوم عرض الفرقه دي وهو بيبقى عارف ده. فبيبقى حاله من حالات الحميميه. الفرقه بترد له الجميل اللي هو وقفهم على المسرح وعلمهم مسرح عبر تاريخ طويل جدا في المحافظه، في المحافظه بتاعته او في الاقليم بتاعه، وممكن يكون اغفل من وسائل الاعلام او من الجهات المعنيه عن تكريمه. فاحنا بنحاول نلقي الضوء على دوت كرم للجميل للمحافظات اللي طلعت لنا نجوم وما زال الفن مستمر وبنعتمد عليهم في دوت، وهم تاريخ الفن من وجهه نظري، الثقافه الجماهيريه وفي اماكن كتير جدا. ده بالنسبه للتكريم. فقرات الحفله المفروض ان هي الكلمات، وهيبقى في التكريمات اللي قلناها. طبعا اسره تحديد الدوره ديت الفنان الراحل شيخ المخرجين حسن عبد السلام، وان شاء الله ابنه وبنته هيبقوا موجودين في حفل الافتتاح، وهيكرم لاهدائه درع الدوره الثانيه. وطبعا رئيس شرف الدوره دي، احنا كل دوره يبقى فيه رئيس شرفي من النجوم اللي بنعتز بيهم اللي لهم تاريخ كبير. كانت الدوره اللي فاتت الفنان عزت العلايلي، الدوره دي الفنان محمد صبحي، كتير جدا بيدينوا له بالوفاء والعرفان بالجميل. الاجيال اللي طلعها من ساعه استوديو 80 وبالعربي الفصيح ومجموعه كبيره جدا، انا اتشرف ان انا كنت منهم، واجيال كتيره جدا ونجوم موجودين على الساحه دلوقتي، بالاضافه لتاريخه الفني اللي نور بيه كل الربوع المصريه والوطن العربي. فعشان كده كان تكريمه ان هو يكون رئيس شرف الدوره ديت شيء من رد الجميل لهذا الفنان الجميل اللي كلنا بنعتز بيه. بعد الافتتاح بنبتدي مرحلتين زي السنه اللي فاتت، وهنوضحها اكتر لان ممكن برضه ما حدش يكون ما كانش تابعنا او ممكن يكون حصل لبس شويه في الموضوع. احنا بنعمل مهرجان دايما على مرحلتين.
مرحله اولى بتكون في شكل ملتقيات مسرحيه. الفرق ما بين الملتقى والمهرجان، المهرجان بيبقى فيه تسابق وجوائز على مفردات عرض مسرحي، ممثل ومخرج وسينوغرافيا ملتقى هو ملتقى ثقافي مسرحي بيقدم عروض ما بيبقاش فيها جوائز، هو ملتقى. فالفكره جت طب ليه الملتقى ده ما يجيش لجنه تشوف العروض كامله كعرض كامل بقى، مش عرض مشاهده، باضاءته بالملابس بالديكور بالجمهور اللي موجود، بتاثير العرض على الجمهور، بتعامل المخرج مع الجمهور والممثلين، ويحطوا له درجات بحيث انه يختار افضل عرض في الملتقى ده كعرض من واقع درجات محدده تتحط له بحيث يشارك في المهرجان في المرحله الختاميه او المهرجان الدولي. وجت الفكره من هنا ده السنه اللي فاتت. السنه دي المسابقات هتقدم، كل مسابقه بتقدم على حده، بيجي لها لجنه مختلفه عن اللجنه بتاعت المسابقه الثانيه، بتختار افضل العروض او افضل عرض مقدم في المسابقه دي، وبيتاخد العرض دوت بيشارك في المرحله الختاميه او مرحله التوب 10. ويعني شويه واقول ليه سميناها مرحله التوب 10. والمفروض ان احنا عندنا 8 مسابقات هنبتدي فيهم بعد الافتتاح بدءا من يوم 24. في مسابقه عروض المونودراما، مسابقه عروض البيودراما، مسابقه مسرح المؤلف المصري، مسابقه العروض الكبيره، مسابقه مسرح الطفل، مسابقه المسرح الإيمائي، مسابقه المسرح الفرعوني، مسابقه المسرح الاستعراضي. كل مسابقه ليها فرقها وليها الطابع بتاعها وليها لجنه التحكيم الخاصه بيها، وبيطلعوا من كل مسابقه افضل عرض عشان يشارك في المرحله النهائيه، باستثناء مسابقتين اللي هي مسابقه مسرح المؤلف المصري ومسابقه مسرح التاريخ، مسرح العروض الكبيره. المؤلف المصري عشان مهم قوي ان احنا ندفع بمؤلفين جداد، فبدل ما ناخد عرض هناخد عرضين، يعني هو بالاضافه لفكره ان هو يطلع العرض الافضل فكمان فتح مجال جديده للتاليف، لان المؤلف مصري فعايزين ندفع بطاقات جديده في التاليف المسرحي، فقلنا يبقى عرضين يتقدموا. في مسابقه العروض الكبيره برضه عرضين عشان عدد العروض هو كبير، يعني تقريبا يصل الى تقريبا 30 او 40 عرض. مش هينفع ان انا اطلع منه عرض واحد زي مثلا المونودراما اللي فيها 15 عرض، فقلنا يبقى عرضين عشان برضه تبقى الامور ما حدش يتظلم بشكل او باخر. وان شاء الله العروض ديت هتتقدم من 24 الشهر ده نوفمبر لغايه 30 نوفمبر على قاعه صلاح جاهين. وبالمناسبه انا بشكر القائمين على قاعه صلاح جاهين وعلى مسرح البالون لتعبهم الكبير جدا. المهرجان اتولد عندهم وتعبهم في الدوره الاولى معانا كله، لان هم حتى بيتعاملوا مع المهرجان ان هو هم شركاء معانا في المهرجان، مش مجرد احنا بنروح نعرض ونمشي. ويمكن انا حتى اذكر ان كان في فرقه لما رحنا الهناكب السنه اللي فاتت هنرجع بيتنا امتى؟ يعني على اساس ان هم المشروع اتولد جوه المكان ده فحس ان هو بيتهم. وده فعلا يعني القائمين على قاعه صلاح جاهين ما بيتعاملوش مع المساله بشكل شغل بقدر ما هو بيتعاملوا بشكل فني، فنانين بيتعاملوا مع قطع الديكور مع تركيب الاكسسوارات ومع بشكل كبير جدا مع الفرق، والحمد لله يمكن ده انطباع الفرق اللي عرضت كلها هناك. بس طبعا لظروف المساله ان شاء الله هتبقى السنه دي هيبقى من 24 لغايه 30 في قاعه صلاح جاهين، وهنتنقل عشان قاعه صلاح جاهين مشغوله برضه فيها انشطه وما نوقفش الانشطه بتاع القاعه، محتاجين مسرح يشتغل في كل حته، فهنتنقل من قاعه صلاح جاهين لمسرح متروبول من 3/8 لغايه 10/8. هنقدم مسابقه 3/12 سوري، من 3/12 صلاح جاهين اصلها وبعدين ما قلتش مدير القاعه هو قاعد اهو. مدير القاعه الاستاذ وليد طه مدير قاعه صلاح جاهين. الناس على فكره الدوره اللي فاتت كنا بنقدم ب4 عروض في اليوم، وكانوا بيستغربوا يعني ايه عروض كبيره يبقى بينهم وبين بعض 4 دقائق يتظبط اضاءه ويتظبط صوت ويتظبط ديكورات وازاي، وده كان بيحصل وقلنا هيحصل. كان الاستاذ وليد احد العناصر الرئيسيه في دوت، وكانت الحمد لله المساله منظمه بشكل كويس قوي. وانا بشكر قاعه صلاح جاهين متمثله في الاستاذ وليد وفي كل العاملين طبعا. بعد كده ان شاء الله من 3/12 لغايه 10/12 هنبتدي مسابقه مسرح المؤلف المصري على مسرح متروبول بواقع عرضين كل يوم. انا بقول لكم الجدول لسه بتاع المؤلف المصري ما نزلش، ان شاء الله ينزل على النت. هو العروض اللي فاتت في الاسبوع اللي هيتقدم الاولاني من 24 في مسابقه المونودراما هنبتدي بيها اول يومين، بعد كده مسابقه الديودراما، بعد كده اول اليومين اللي بعدهم، وبعد كده مسابقه المسرح الإيمائي يوم ومسابقه المسرح الاستعراضي يوم.